علبة الكولاجين دي 18 جنيه. بس طبعا الحاجات دي مهمة جدا انك تاخد شوية فيتامينات زنك وحاجات زي كده بتبقى حلوة ليك. فانا ابتديت بقالي شهر كده باخد شوية فيتامينات وحاجات زي كده عشان ايه صحة الواحد ما تنزلش الارض. هنجيب برضو شوية قهوة، جبنا القهوة بتاعتنا وجبنا الفيتامينات والحاجات اللي احنا محتاجينها. انا دلوقتي هسيبكم مع شوية فيديوهات انا صورتها في اوكسفورد، وبعد كده نرجع نكمل الفيديو بتاعنا. انا لسه مخلص شغل دلوقتي. الصراحه ما كانش فيه اي وقت الصبح اللي انا اصور اي حاجه بسبب اللي انا كنت متاخر شويه. المفروض انا كنت شغال من الساعه 7 لغايه الساعه 4، بس المفروض كنت امشي من البيت الساعه 7 علشان كنت رايح مدينه تانية اشتغل فيها، وكان هم محتاجين ناس تيجي تساعدهم. كان الشيفت بتاعي بيبدا لما اطلع من البيت، فانا كنت شغال من الساعه 7 لغايه الساعه 4، والمفروض الطريق ياخد معايا حوالي ساعه وتلت. الطريق اخد معايا ساعتين. وده برضو جزء من الجامعه بتاعت اوكسفورد. ده المفروض الجزء اللي هم بيعملوا في الامتحانات. كنت عامل عنها فيديو اللي هم عندهم منحة مجانية وبيدفعوا لك فلوس. لو انت عايز تتفرج على الفيديو ده فممكن يظهر لك هنا. الجو النهاردة حر جدا الصراحة، مش قادر. جبنا مية، وعلشان المية ما تبردش مننا فاحنا معانا ازازة مية حديد، فدي هتخلي المية تفضل ساعة معانا اليوم كله. فاحنا دلوقتي رايحين على الجامع، راح اصلي الظهر هناك لان الظهر فاتني وما لحقتش ان انا اصلي في الشغل، فانا رايح الجامع دلوقتي. ده الجامع اللي موجود في اوكسفورد، بسم الله ما شاء الله، يعني الجامع كبير كبير جدا. فهدخل اصلي. من الحاجات اللي خلتني اروح اشتغل في اوكسفورد يوم واحد هو ان كل حاجة كانت مدفوعة عليا، من الباركينج لتمن البنزين، حتى وقت السواقة كان محسوب من وقت الشغل. يعني انا كنت شغال من الساعة 7، والساعة 7 دي اكون طالع من البيت، وكنت المفروض اخلص الساعة 4، فبدل ما اخلص الساعة 4 خلصت حوالي الساعة 42 دقيقة. فكان معايا وقت اللي انا اتمشى في المدينة شوية واشوف المدينة. وانا اوكسفورد كانت واحدة من المدن اللي انا كان نفسي ازورها من زمان. يعني كانت اوكسفورد ولندن ومانشستر، فانا لندن دي بروحها على طول، وقلت فرصة ليا ان انا اروح اشوف اوكسفورد. ولسه بقى مانشستر. بس اوكسفورد الصراحة اليوم ساعتها كان حر جدا وما استمتعتش بالرحلة، وكمان كنت تعبان من الشغل، فاليوم ما كانش ألطف حاجة. فخلينا دلوقتي ندخل بيسي كاريز لأن في حوار كده معاهم، بس خلينا ندخل الأول. طبعا بيسي كاريز كنت شاري منهم من حوالي 8 شهور كيبورد وماوس وسماعة. كان باندل كلها أو باكج كله على بعضه، وكان ثمنه حوالي 100 جنيه استرليني. من شهر السماعة باظت، فأنا كان معايا ضمان لمدة 2 سنين، فأنا الحاجة كانت معايا حوالي 8 شهور والسماعة باظت، فجيت رجعت الباكج، والمفروض اللي أنا مستني باكج تاني جديد كله على بعضه. فهم قالوا لي هاخد أسبوع، بقالي شهر ولسه الحاجة ما جاتش، فتعالوا نشوف الحاجة جات ولا لا. هم دلوقتي بيدوروا على الباندل بتاعتنا أو الحاجة بتاعتنا. المفروض الكيبورد ده والماوس والسماعة دي الحاجات اللي انا كنت بستخدمها واللي باظت مني. السماعة هي بس اللي باظت، فلو اشتريت الكيبورد لوحده هيبقى ثمنه 136 باوند والسماعة 129 باوند، فانا اخد التلاتة على بعض 100 باوند. فهم مش مفهومش عيب، بس انت لو هتاخد التلاتة بيبقى ارخص. انا مش عارف ازاي، بس لو هشتري كل حاجة لوحديها هتقف عليا حوالي بتاع 300 400 باوند. فالحاجة لسه ما جاتش، فاحنا المفروض نستناها لغاية يوم 14. النهارده يوم 11. هو المحل ده بتاع كمبيوتر واجهزة كهربائية، تلفزيونات وسماعات وحاجات كتيرة يعني. فانا بحب اجي المحل هنا اتفرج. التلفزيون ده ب 4300 باوند. مرات عايزة التلفزيون ده. how much؟ It's 1,400 pounds. ب 1400 جنيه. I don't know this one. مش غالي والله. ده التلفزيون بقى تجيبه عندك في البيت، مش محتاج سينما. You want to play a game? تلعب بقى اكس بوكس على الشاشة دي، يا سلام، و4K وبتاع و8K روقان. ستارت ريسبي.
يلا يا هنا. What? I have to just يا يلا. car. It's a car. But it's not like a where I have to. Get the second gear. How I can do that with this? Go. How I can take second gear? How? How I change? It's here يا هنا. Oh. يا هنا ايه ده يا هنا ده؟ يا نهار اسود. Change the gear. How? حلو الموضوع ده. بكام؟ تقريبا ب 200 باوند. تقريبا 200 باوند هتاخد الجالون والبتاعة دي. يا نهار اسود يما. جايب السادس. والله البتاعة دي جميلة. احنا بقى خلينا نروح، احنا جينا لعبنا شوية ببلاش، مش محتاج تدفع فلوس. دلوقتي الرحلة حماية، فيلا بينا. انا وصلت حاليا عند حماية. الجو النهاردة الصراحة حلو، الدنيا مغيمة ومش حر. الاسبوع اللي فات ده كله كان حر. النهاردة الجو حلو. فحماية عايزني اقص الجنينة. النجيلة طويلة شوية، فمحتاجة اللي هي تتقص قبل الشتاء وقبل ما الدنيا تشتي، لان لو الدنيا شتت مش هيعرف يقص الجنينة. تعال نشوف الزرع بتاعه ايه اللي حصل فيه في الحر ده. لان انا الطماطم عندي ماتت، بس هو عشان عنده البيت ده او الجرين هاوس بيسموه كده بالانجليزي، فده بيحافظ برضو على الزرعة. فالبيت ده بيحافظ على الزرعة، ما بتخليهاش تتحرق من الشمس. خشب كتير علشان الشتاء. طبعا حماية ما عندوش تدفئة في البيت بالغاز. كانت عنده في حاجة حصلت غلط، فعنده الدفاية اللي بالخشب. بس الصراحة بتخلي البيت نار، وأرخص طبعا بكتير من الكهرباء أو الغاز ولا ايه. بس خلينا نطلع كده. دلوقتي بنقص الجنينة. عملت معظم الجنينة يعني الصراحة. ده شكلها بعد القص. طبعا في حاجات عالية هنا، بس دي محتاجة مكنة تانية. وده زرع حماية بيحرقه يعني. وده شكل الجنينة. صراحة الجنينة ما بتاخدش وقت كتير. الجنينة حوالي بتاخد تلت ساعة أو أقل كمان لغاية ما تخلصها خالص. فهي مش متعبة، بس لو عندك المكنة اللي انت بتقص بيها لو كهرباء ما بتبقاش متعبة. لو بنزين بتطلع عينك. فحماية كان عنده واحدة بنزين فطلعت عينه وطلعت عينينا كلنا. ودلوقتي جاب واحدة كهرباء. يا كارون. أنا تعبت، أخلي مراتي بقى تكمل. انا على طول يعني معظم الوقت انا اللي باجي اقص الجنينه. ساعات حماية بيقصها، بس عشان حماية عنده مشاكل يعني في رجليه فما بيعرفش يمشي كويس، وطبعا البتاعه دي متعبه بالنسبه له. بس ساعات انا باجي اعملها، ساعات ابنه بيجي يعملها. فاللي فاضي بيجي يعملها ويجي يقص الجنينه. هي القعده هنا الصراحه حلوه جدا في الصيف. تيجي تقعد هنا وتفرش وتعمل اكل. بص مفيش احلى منها. وفي الشتاء بتبقى حلوه لو هي مش بتشتي. العنب عند حماية باظ يا خسارة ده كله. انا الصراحة مش عارف ليه العنب باظ، بس انا زعلان.